هفطم الولد وهنزله حضانة عشان يتكلم ويتعود على الناس. أنا أمل ندى، أخصائية تربية خاصة، وهساعدك عشان تبقي عرفتي تربي. تعالوا نشوف ماما عملت كارثة ايه. ماما فطمت عند 1.5 سنة وقالت عشان هو متعلق بيها زيادة هتنزله حضانة عشان يتعرف على الناس بسرعة. بعد الفطام على طول هي للأسف ما تعرفش ان هي عملت كارثتين مع بعض. بعد الفطام على طول بتكون نفسية الطفل تحت الصفر، هو مش متخيل ازاي انا كنت في حضن ماما هروح اكل وهبقى بعيد عنها فجأة. دي اول حاجة. تاني حاجة تقرر في نفس الوقت اللي هي تنزله حضانة عشان يقعد وقت طويل مش قدامها. فالحاجتين دولت غلط جدا جدا على نفسية الطفل. ما ينفعش تعملوا حدثين كبار في نفس الوقت لان بيعمل رد فعل عكسي على نفسية الطفل. على الاقل المدة ما بين الحدث والحدث 3 شهور عشان يكون متعود. وادام قررت ان هو يتفطم لاي سبب كان، بعد الفطام لازم يقعد جنبك شوية وتلعبي معاه ويبدأ يتقبل ان هو مش هيكون في حضنك. بعد كده تفكري ان هو ينزل حضانة. يبقى مش من الدار للنار على طول، لازم يكون في هدنة